يا صباح الورد والفل والنرجس والياسمين، احلى صباح عليكم وعلينا وعلى كل الناس. غبت عنكم، اسفه. وحشتوني جدا جدا جدا. انا اسفه يا جماعه، الفتره اللي فاتت دي حتى تلاقوا صوتي منبوح خالص، وكان عندي احتقان بسبب الميه الساقعه اللي انا كنت بشربها. كنت بشرب ميه ساقعه، يعني قفلت لي زوري خالص. وكمان بسبب الجو المتغير، سقعة شتاء رعد حر قوي. الحمد لله طبعا، اكيد بنحمد ربنا بينا علشان منع انتشار الكورونا في وسط البرد اللي ممكن يجي. بصوا يا جماعه، هنقول ايه بقى؟ هنتكلم النهارده عن المحامي الحرامي الذي سرق البطه. دي مش قصه، والله ما قصه. بصوا يا جماعه، النهارده هنتكلم عن قصه المحامي اللي في دمنهور، اللي سرق بطه من بياع بط شقيانه تعبانه مكافحه. ايه القصه دي؟ اول حاجه، في ناس قالوا لي يمكن والله اول القصه دي ما اتعرضت، في ناس قالوا لي يمكن غلبان ومش لاقي. قلت لهم ولو مش لاقي يبقى بالحلال في ايه؟ ومش هو ماشي بمبدا ايه؟ ان عشقت اعشق جمل، وان سرقت مش اسرق جمل. ايه الهبل اللي بقوله ده؟ لا لا لا، مش كده. استنى، هو الزربن عليه مهيس خالص. ان عشقت اعشق قمر، وان سرقت ما تسرقش جمل. جمل ده كان زمان، هعمل ايه بالجمل؟ اسرق بطة، قوي نفسك وغذيها. الله يخرب بيتكم فاطحيننا. فبصوا يا جماعة، قصته ايه؟ في ناس قالوا لي ايه قصة المحامي الذي سرق البطة يا روشا. اولا المحامي ده اسمه، اول حرف من اسمه ميم. انا هلقبه باسم المعفن. ادعوا لي يا جماعة، زوري من بخ خالص، صوتي رايح. فادعوا لي كده بالشفا بالله عليكم، دعوة بظهر الغيب. فالمحامي دوت يعني بقى سامحوني وانا بحكي عشان صوتي تعبان. المحامي ده جه، وزي ما شفتوا كده في اول الفيديو، ان هو جه بعربيه فخمه جدا زي ما انتوا شايفين، وجه لبيع بط في السوق. فبكام البطتين دول؟ مش بكام البطتين. جاي جايباله يعني ايه، عايز جوز بط. يعني بصوا القلاطه المعفن. فقال لها ايه؟ هي جابت له بطتين تقريبا، كنت شايفه في ايديها 4 بطات جوز بط. راح قالت له دول بكام؟ قالت له ب 240. قعد يفاصل معاها، فعلا بجح. فراح قال لها لا، ب 200. قعد ماشي يا عم، خدها ب 200. حطيهم عند الدواسه. حطيتهم عند الدواسه. طب عندك هاتيلي بطه كمان. هو عايز كل ده يبعدها عن العربيه عشان يعرف يطلع بالعربيه ويسرق البطه. فراحت تجيب له، بس راحت وجت بسرعه. راحت ايه؟ فهو لا، مش عارف يتحرك. فقال لها طب عندك بطاطس؟ لا يعني لا بط، لا انا هاخد جوز وخلاص. عندك بطاطس؟ عندي بطاطس يا عم. بكام البطاطس؟ ال26. لا هاتيلي مش عارفه 3 كيلو. طيب عشان لا، هاتيلي مش 3 كيلو، 6 كيلو. عشان ليه؟ عشان ما يجيلوش بسرعه. عشان تقعد تنقيله هياخد وقت، حتى لو لميتهم بسرعه هتاخد وقت. فراحت ايه في الفتره دي؟ راح بوم، زي ما انت شفتوا كده، طلع بالعربيه. شفته طبعا. فدوت ايه ده؟ فطبعا كان الرد سريع جدا في القضاء المصري، واجمل تحيه واحسن تحيه واعظم تحيه للقضاء المصري، ان اعطاله حكم سريع جدا وحكم رادع ليه في حاجه سرقه زي كده. انه اعطاله آه حبس لمده 3 شهور. في ناس يعني هياخدوا الموضوع بضحك وهزار. انت ايه اللي بتقولي بط ومش يا جماعه، الموضوع مش كده خالص. الموضوع ان هو قبل موضوع سرقة ايه بط ولا مش بط، قبل الناس ما تستظرف وتضحك وكده، الموضوع اكبر من كده. دي واحدة شقيانة تعبانة مكافحة. ده مصدر دخلها، ده مصدر رزقها، ده مصدر زي مشروع حياتها. فهتقولوا لي عشان ايوه ايوه، مشروع حياتها هو عشان بط ده. فهي بتربي ايتام حياتها. انتوا يعني في ايه؟ في ناس كانت داخله بتعلق في فيديوهات تانية ايه بط ويضحكوا. اه خدوها بجد يا جماعه، لان ده فعلا، ده ممكن حياتها تنهار بسبب ال 200 جنيه دي. ان هي ممكن القرش يفرق معاها، بالذات في الاسر الغلبانه قوي دي يا جماعه. فدي ست مكافحه، واجمل تحيه ليها. وحقك حبيبتي رجع.
وان شاء الله ربنا يفتح عليكي ويوسع رزقك كمان وكمان. بصوا، فطبعا هو جاب سبحان الله ان كاميرات، يعني ان حد مظبط الكادر بتاعه وجابه، والرقم العربية وجابه هو 3 شهور حبس. طبعا فضحته في مجاله. المحامي المعفن، حتى بصوا فعله ايه، اي حاجة قديمة، هو فعلا بكية بكية. فهو للأسف عرف فضحته طبعا في وسط زمايله. عارف هيسموه ايه والله بعد كده؟ المحامي محامي حرامي البطة. يعني مش وهيقلصوا عليه، البطة عاملة ايه؟ ده انت احنا شفنا بطة ومش عارفة ايه، حرامي البطة هيسموه كده في المجال. بس كان الحكم يعني حتى لو في ناس شايفينه صغير بس رضا، ودوت هيأثر عليه وعلى مستقبله جدا، وهو اللي عمل كده بإيده. لأن يعني انت مستواك كويس، ليه العفانة اللي جواك دي ان انت تسرق بطة من واحدة ست غلبانة، بطة ولا كمان جوز بط، يعني مش واحدة بس. فطبعا كل ده مرفوض، والقضاء المصري جميل، اللي عطاله حكم سريع جدا. وفعلا انا فرحانه ان حق الست دي رجع، وربنا بدعي لها من قلبي، وادعوا لها انتوا كمان ان هي ربنا يفتحها عليها بالحلال ويوسع رزقها، وهو حقها جه. وبالله عليكم تدعوا لي انا كمان عشان صوتي تعبان قوي. بصوا منبوح ازاي. اوعوا تشربوا ميه ساقعه، اوعوا اوعوا تشربوا ميه ساقعه. وخلوا بالكم من الفترات الجو دي، ما تقلوش وخففوا زي كده. وربنا يعافيكم جميعا يا رب. وبالله عليكم تدعوا لي دعوه بظهر الغيب. وحشتني قوي قوي قوي. في الايام اللي جايه دي هنديها طحن، بس استحملوني وقت صوتي ما يرجع زي الاول. احلى تحيه ليكم، احلى صباح.